وش راكم يا ناس الخير؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم في كوزينتي راح نحضروا كيف البركوكس. هذه الوصفة راهي سهلة وبنينة توالم كل الأوقات. ما نطولش عليكم، نديروا مع بعضنا هذه البركوكس. شوفوا كيفاش جات تقوليها لآلئ. شوفوا باش نحضروا الوصفة لازمنا بركوكس. أنا استعملت قيمة غرفية تاع شوربة بركوكس مفتولة باليد. شوفوا كيفاش مفتولة مطقونة. عندي هنايا مغرف راس حانوت مقة حمراء، نص مغرف ملح وعود قرفة. أنا استعملت لها أظهر الدجاج يعني كركاسة تاع الدجاج. وهنايا درت حبة بصلة كبيرة مقطعة، وربع فصوص ثوم شرائح زرودية، حبة قرعة، حبة بطاطا صغيرة مقطعة، شوية جلبانة. ولا تحب الفول والعدس تزيد لها، ومغرف طماطيش مصبرة، مغرف كبيرة. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وشكرا لحبكم ودعمكم الدائم. وما تنساوش تاني تقولوا لي وش تسموا البركوكس في الولايات تاعكم. راني نستنى في رايكم. في الكوكوطة تاعنا درنا 4 مغارف زيت ومغرف ماغارين. نحطوا فيها الخضرة تاعنا كامل. هنا رانا دايرين الماء يسخن باش نمرقوا به. نحركوا الخضرة تاعنا ونخليوها حتى البصلة تذبل ويذبلوا كامل الخضرة. ما تنساوش تقولوا لي وش تسميوا البركوكس في الولايات تاعكم. هذه البركوكس بعد ما غسلناها مليح 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 نديروها في ماء سخون ونخليوها تترنخ ولا تشمخ. نوليو هنايا الخضرة تاعنا. نشوفوا البصلة بلي ذبلت، نزيدوا الكركاسة تاعنا. انا استعملت ظهر الدجاج، واللي حبت تدير اللحم تدير، واللي حبت تدير مسوات تاع الدجاج من اي منطقة من الدجاج تحبوه. كي كان عندي الكركاسات استغليتهم باش ندير بهم بركوكس. على بالكم اللي العظام والظهر وفيهم بنة يمدوا مرقة مليحة. نزيدوا التوابل تاعنا ونزيدوا مغرفة الطماطيش. نحركوا الخضرة تاعنا باش تذبل. كي نزيدوا لها الملح نعرفوا بلي الملح يسرع الخضرة تاعنا باش تذبل. نمرقوا المرقة تاعنا، نمرقوها مليح يعني نحتاجوا كمية ماء. انا استعملت حوالي 3 لتر ماء في غرفية تاع بركوكس. نحركوها مليح نغطوها يعني انا طيبتها في كوكوت لمدة نصف ساعة ومن بعد نحلوها على نار متوسطة. هنايا بعد ما فتحنا البركوكس تاعنا هاي طابت الخضرة تاعنا. يعني في هذه المرحلة اللي يحب البركوكس بالخضرة يخليها، واللي يحب يصفيها يخليها. البركوكس تاعنا بعد ما خليناها تشمخ في الماء كبرت الحبة تاعها. شوفوا هذه المرحلة نديروها باش البركوكس ما تشربش كامل لاصوص وتعجن، يعني تكون البركوكس فيها شوية صوص. نزيدوها للمرقة تاعنا اللي طيبناها من قبل، نحركوها ونغطوها ونخلوها على نار هادية تطيب حتى تشرب لنا لاصوص وتتعقد البركوكس تاعنا. هنايا بعد ما تعقدت جات، شوفوا جات كلا آلئ. قدمتها هنايا مع راس حار، حطيته من الفوق بك باش يطلق بنا، بس ولادي صغار ما يقدروش للحار. واللي تحبها حارة ما تنساش مغرفة الحار. ونعرفوا دايما بلي البركوكس لازم تكون قدامها مغرفة هريسة. الله الله، تكون عجبتكم.